الله، دي شقة تفرح. إلهي يجعلها شقة مبروكة عليكي وعلى عريسك يا نبيلة يا بنتي. قولي لي يا نبيلة. الله، نبيلة انت فين؟ انا قاعدة هنا يا ماما. قاعدة؟ مش تتفرجي يا بنتي على شقتك وتقولي لاختك عاوزة ترص الأوض فين؟ انا هرتب الأوض يا ماما على مزاجي. النوم هنا والصالون جوه والسفرة في الأوضة اللي جنب المطبخ. يعجبك كده يا نبيلة ولا ليكي رأي تاني؟ كده كويس. يعني انا هعرف احسن من نوال يا ماما؟ طبعا تعرفي احسن منها، مش انت الكبيرة يا بنتي. ايوه يا ماما، لكن هي متعلمة وعندها ذوق احسن مني، وبتخرج وبتشوف بيوت كتير، بيوت صحابها. يا اختي، والتعليم دخله ايه في ترتيب البيوت؟ اهو عريسك متعلم قوي، لما نشوف هيعمل ايه. هو قالك هيجي امتى يا نوال؟ بعد ما يخرج من الشغل على طول، زمانه جاي كده. طيب امشي انا واختك بقى، احسن عيب لما يجي يشوف العروسة هنا دلوقتي. وانت البركة فيكي، تفرشي الشقة وتوضبيها وتبقي تاخدي رأي سي عباس. حاضر يا ماما. يلا احنا يا نبيلة نروح قبل عريسك ما يجي. يلا. ماما عباس جه، شفته من البلكون. يا ندامة، وبعدين هنعمل ايه؟ نقابله ونمشي على طول. لا يا نبيلة يا بنتي، مش اصول يشوفك هنا. يقول ايه؟ ما لقيتش حد يفرش لها الشقة، جت تفرشها بنفسها. يا عيب الشوم، هو في عروسة تفرش لنفسها؟ امال هنعمل ايه؟ والله ما انا عارفة. ما تدبرينا يا نوال. اقول لك يا ماما، اول ما يجي ويضرب الجرس تخرجوا انتوا من باب المطبخ. كده والله فكرة يا ناصحة، يبقى ضمننا انه ما يشوفناش في الشارع ولا على السلم. يلا يلا يا ماما، يلا قبل ما افتح. مين تخلصي فرش النهاردة؟ ها؟ اهلا اهلا سي عباس. اهلا بيك يا نوال. ها، عملت ايه؟ رصيت الحاجات كده زي ما تيجي ومستنيه ما اشوف رايك. رايك انا واثق في ذوقك. كده متشكره قوي. يعني ارتب الشقه على ذوقي؟ طبعا، هو في احسن من ذوقك؟ ايوه في ذوقك انت. العفو يا نوال، انا راجل بتاع حسابات وارقام وذوقي على قد. لا، ده تواضع منك. انا ما شفتش واحد ذوقه ارقى منك. ده حتى باين في لبسك شيك شيك على الاخر. قصدك ذوقي كويس في اللبس؟ في كل حاجه، كلامك ذوق وتصرفاتك ذوق. يا بخت اختي نبيله بيك. يلا بينا نرتب العفش عشان الوقت يفوتنا. لسه بدري. بدري ايه؟ ده الفرح بكره والعروسه هتيجي على طول، وضروري تلاقي الشقه مفروشه. نتكلم شويه وبعدين. لا، نفرش الشقه الاول وبعدين نتكلم. يلا بلاش كسل، يلا يا عريم. انت ازاي تقعدي في بيتك بالشكل ده يا نبيلة يا بنتي؟ ايه في ايه يا ماما؟ في ايه يا بنتي؟ انت لسه برضو عروسة جديدة، ما كملتيش 5 اشهر. ازاي تقعدي كده؟ مش تلبسي كويس وتتولتي وتاخدي بالك من نفسك زي كل الستات؟ وهو انا شكلي وحش كده يا ماما لما هتزوق؟ كلام اهدى. الست لازم تكون دايما منظرها يشرح قصاد جوزها، وانت قاعدة كده شعرك منكوش ومبهدلة. يعني هتزوق في البيت كمان؟ ما انا لما بخرج مع عباس بلبس كويس واعمل تواليت وكل حاجة. يا شيخة بلاش عبط بقى. الست العبيطة هي اللي تعمل زيك كده وتبقى على رأي المثل، في البيت قردة وفي الشارع وردة. وعاملة ايه مع عباس؟ شايفة مطالبه؟ ايوه يا ماما، بس بقى عباس كده مش زي الاول. ازاي؟ الاول كان مهتم بيا جدا لدرجة ان اي طلب عاوزه حالا يجيب، لكن دلوقتي ما بيسألش عني. ايه يعني مش مرتاحة ولا ايه؟ اهو مرتاحة وخلاص، لكن مش زي الاول. في ال4 اشهر الاولانيين كان حاجة تانية. كنت لما عاوز اشرب يقوم حالا يجيب كوباية المية، وكنت عايشة زي ما اكون في جنة، فرحانة وسعيدة وحاسة ان مفيش حد زي في الدنيا. خدي بالك من نفسك كده وتلحلحي وهو ياخد باله منك. خليكي دايما على سنجة 10، تبص تلاقيه زي الختم في صباعك. ازاي بس يا ماما؟ ده انا ما بعرفش اتكلم معاه، مش بقدر اجريه في الكلام. ما هي دي الخيبة اللي بالويبة. وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه؟ ما تشوفي اختك نوال، اسم الله عليها نصحة وشايفة روحها وتتكلم وتلاغي زي البربند، مش خامة زيك. دي بكرة تحط عريسها في جيبها. نوال اتعلمت وخرجت وشافت الدنيا، انما انا اتحبست في البيت طول عمري، لا اتعلمت ولا خرجت الا على هنا على طول. بطلوده واسمعوده، وهي الدردحة والنصاحة عاوزة مدارس ولا خروج؟ الناصح ناصح من يوم. ماما الساعة بقت 1:30. 1:30 اوام كده؟ اما اقوم اروح انا وابعت لك اخوك حسين عشان يكلم جوزك تيجوا تسكنوا معانا، لانك وانت بعيدة عني كده مش هتنفعي. ولا انت ليكي رأي تاني؟ ابدا، ما انا قلت لك من الاول اني عاوزه اقعد معاكم وانتوا اللي مصهينين. اهو اخوكي هيكلم عباس النهارده. انا ماشيه. وانت يا نوال ما خلصتيش شغلك عشان تيجي معايا؟ لسه يا ماما. طيب تبقي تحصليني بقى. مع السلامه يا ماما.
نوال، انتي لسه ما ركبتيش بياضات الصالون؟ بكره بقى، كفايه كده النهارده. فين مشتك اساوي شعري؟ ما هو متساوي اهو. ايش انت كنت بتتزوقي ولا بتشتغلي يا نوال؟ اتزوق ايه يا اختي؟ انا خلصت الشغل اللي قدرت عليه وبعدين وضبت نفسي. انا مش زيك، انا ما طيقش اقعد مبهدله. عباس جه، افتحي يا نبيله يا اختي، انا هستخبى واذا سائل عليا قولي له ما جاتش النهارده. طيب بس اذا كان مبوز تفضلي قاعده معايا لانه قصادك ما بيقدرش يكشر ابدا. طيب يلا. ايه ده؟ سنة على ما تتحركي وتفتحي الباب. ها، حد جاي النهارده؟ ماما كانت هنا وروحت، واخويا حسين جاي كمان شويه علشان عشان ايه؟ ما تتكلمي دغري. علشان يقول لك نعزل من هنا ونروح نسكن وياه كده وماله، مفيش مانع. ونوال ما جاتش؟ لا ما جاتش. نوال انت ما تنفعيش عفريت، انت ملاك. معلش خدي، انا جايب لك معايا حاجه حلوه اهو كده يا عيب. عيب يا نوال، ازاي تقولي له يا عبس؟ وفيها ايه؟ دي زي اختي الصغيره، خليها تتبحبح. انا راجل سبور. انا خدت نصيبي من الحاجه الحلوه يا عباس وهروح بقى. تروحي ايه؟ انت مش عارفه ان اخوك حسين جاي دلوقتي عشان عاوزني اسكن معاكم؟ وطبعا انت موافق. انت ايه رايك؟ ضروري تسكنوا معانا، دي وصيه بابا الله يرحمه ان احنا كلنا نتجمع في عيشه واحده. ما دام انت موافقه انا كمان موافق. وانا برضو موافق. خلاص اروح اديهم خبر. طب استني، انا جاي معاك يا نوال. مش تستنى حسين يا سي عباس؟ انا هلحقه قبل ما يجي يلا اذا كنت جاي معايا. يلا بينا. يلا. نوال خدي يا نوال، جبت لك معايا الحاجه اللي بتحبيها. جبت ايه يا عبس؟ الله، بسبوسه بالقشطه. ايوه. وانا يا عباس مفيش حاجه ليا؟ حاجه ايه يا نبيله؟ انت واختك واحد. كنت فين امبارح يا نوال؟ يعني خرجت من غير ما تقولي لي. المفروض ما دام ساكن معاكم لازم تستأذني مني قبل ما تخرجي. يعني هو انا رحت فين؟ كنت عند جارتنا بفصل معاها فساتين. اما ابنها كمال ده جريء بشكل. قعد يبص لي شويه وبعدين قال لي انت جميله، ومامته رخله مش تسكت. قال ايه؟ ترد وتقول له نخطبها لك. وانت بتروحي هناك ليه؟ قلت لك كنت بفصل فساتين، وخلتني فصلت كمان بجمل كمال. وكمال ده ايه؟ تاني مره ما تروحيش هناك. ام كمال جارتنا من زمان وواخدين على بعض. وانت ايه اللي سحبك من لسانك؟ قومي اعملي فنجان قهوه كده وانت قاعده زي الشوال. يلا اتحركي. حاضر. ايه حكايه كمال ده يا نوال؟ ولا حاجه، واحد معجب. اقول له ايه؟ تقولي له ايه؟ مش عاوزك تكلميه ابدا، ولا تقابليه ولا تشوفيه. انت غيار قد كده؟ ايوه غيار. وليه بتغير؟ ما انتش عارفه ليه؟ لا. عباس يا عبس، ابعد بقى، اسكت لحسن اخويا حسين يقول لي. في حاجه يا حسين؟ انا خارج رايح القهوه، تيجي معايا؟ لا روح انت، النهارده هجرش هنا مش خارج. على كيفك. القهوه هي يا سي عباس، اشربها قبل ما تبرد. اوام عملت القهوه يبقى ما سويتهاش كويس. انا مش قلت لك القهوه تتعمل على نار واطيه جدا عشان تستوي كويس؟ عاملاها على نار واطيه والنبي، بس دوقها. ادوق ايه؟ دي ملهاش وش خالص. ما هو الوش ده. انت هتوحيني كمان؟ اتفضلي ادي القهوه. كده ترمي الفنجان يا سي عباس. ليه كده يا عباس؟ مالكش حق. مش عاجباك القهوه سيبها وانا اعمل غيرها. اروح اعمل غيرها. تعملي غيرها ازاي يا نوال؟ يعني هي مش فالحه في حاجه ابدا؟ والله عاملاها على نار واطيه. معلش يا اختي معلش، حقك عليا. حقها ايه؟ جاتها كسر حقها. دي كانت جوازه ما يعلم بها الا ربنا، لا شكل ولا منظر ولا تعرف تعمل حاجه. كفايه بقى يا عباس، وانت بلاش عياط بقى يا نبيل. روحي امسحي القهوه اللي اندلقت على فستانك. ما تعمليش قهوه تاني، خلاص مش عايز. ايه الاماره دي كلها؟ ما تفرد بوزك بقى، دمك تقيل وانت مكشر. يلا اضحك بقى. اعمل ايه بس يا نوال؟ اختك دي زي اللوح. يا سلام. بصراحه زي ما قلت لك يا نوال، انت اللي كنت ليا مش هي. كنت هتعمل معايا كده برضو؟ انت يستحيل. ده انا احطك في عينيا لانك حاجه تانية خالص. ايه اللي عاجبك فيا؟ كل حاجه فيك عجباني، جميله وشاطره وملحلحه ودمك زي الشربات بس كفايه. ما انا كنت قصادك، ما قلتش عليا ليه؟ ما احنا فيها زي ما اتفقنا، ولا نسيتي؟ يا خبر، ازاي؟ هو ده معقول؟ ما انا مش ممكن هعيش معاها. هطلقها واتجوز اللي بحبها وبتحبني. مين دي بقى؟ اسكت بقى احسن، سامع صوت رجل نبيله جاي. انا هطلع فوق الصوت هشم شويه هوا احسن كلامك ده. وانا هحصلك، نتكلم شويه بحريه. نبيله. نعم يا سي عباس.
اعمل قهوة تانية كويسة؟ لا يا ست كتر خيرك. عن اذنكم انا خارجه، رايحه لواحده صاحبتي. ابقي قولي لماما لما تيجي يا نبيله ان عندي فوزيه. طيب بس ما تتأخريش. يا ما نفسي تبقي شاطرة وملحلحة كده يا نبيلة. حد جه يا نبيلة؟ امال فين نوال؟ نوال لسه خارجة دلوقتي يا ماما، راحت لفوزية صاحبتها. هي ما قابلتكيش على السلم؟ ابدا يا بنتي. غريبة، دي لسه خارجة. لسه خارجة ايه؟ دي بقالها يجي 10 دقايق. انت مش دريانة بالوقت ولا ايه؟ الله، وانت رايح على فين؟ رايح اقعد على القهوة شوية. امال ما رحتش ليه مع اخويا حسين؟ زي بعضه. انا على كل حال مش هتأخر، وانت ديك قاعدة مع مامتك. يا دي الفضيحة اللي جت لنا على اخر الزمن. نروح فين ونيجي منين ونودي وشنا فين من الناس؟ منك لله يا نوال، الهي يجيني خبرك. ما هو انت يا ماما اللي خليتيها تسوق فيها وتهرب معاك. يعني لو كنت قلت لاخويا حسين يوم ما شفتهم الاتنين فوق السطح عمالين يتوشوشوا ويتفقوا مع بعض، مش كان قادر يشوف حل. انا غلطانة يا بنتي، الخفت لحسن اخوها يطلع في شر ويبهدل. يا ريتني قلت له كان كسر رقبتها، لكن بس كنت هودي اخوك في شربة ميه. يعني عاجبك حالته دلوقتي او هيموت روحه من الزعل كده يا مقصوفة الرقبة يا نوال، كده تخطفي جوز اختك كده. هو اللي سافر، مش هو اللي طلقني وبعت لي ورقة الطلاق عشان يتجوزها. وهي اللي ربنا ينتقم منها تقبل ليه؟ وهربت معاه ليه؟ عشان تفضحنا وتخلينا نحط وشنا في التراب. انا اللي غلطانة، انا اللي صهينت ودريت عليه، ما كنتش عارفة انها هتوصل لكده. خلاص يا ماما، امر ربنا كده، هتهري وتنجدي على ايه؟ اسكتي بقى يا نبيلة، حسين جه، كفاية اللي هو فيه. تعالى يا حسين، تعالى يا ابني. ما عرفتوش اخبار جديده؟ ولا عرفنا ولا عاوزين نعرف يا ابني. نفسي اعرف هم فين. انت ما عرفتيش يا نبيله؟ مش كنت بتقولي فوزيه صاحبتها عارفه؟ ابدا، طلعت ما تعرفش. واحنا هندور عليهم ليه؟ احنا متبريين منها اليوم الدين، وهو ملناش عنده حاجة ولا عاوزين نشوف وشه. والعار اللي احنا عايشين فيه. عار ايه يا ابني؟ اهي كل عيلة فيها العدل والمايل والكويس والوحش، خلينا احنا في حالنا يا ابني. انا على كل حال مش هقعد هنا، خلاص شفت شغله ببلد بعيده عن هنا وهسافر. ما اقدرش اعيش هنا تاني، ما اقدرش. يا كبدي يا ابني، منك لله يا اللي ما تتسمي. على كل حال انا معاك يا حسين، ما سيبكش يا ابني تسافر لوحدك ابدا. خلاص تيجي معايا، انا كمان عاوزك معايا. وانا يا ماما. تقعدي يا بنتي تاخدي بالك من اخواتك الصغيرين، وتاخدي بالك من البيت، وتبقي تاخدي الايجار من السكان وتصرفوا منه، وخالتك هتبقى تشقر عليكي اهي فاضيه. طيب يا ماما. رايح فين يا حسين؟ هجهز نفسي للسفر يا ماما. انت هتسافر على طول كده؟ اقوم انا كمان اجهز نفسي، بس مش تقولي هنروح فين وهنعمل ايه يا ابني. بعدين هقولك على كل حاجه. عن اذنك دلوقتي يا ماما. منك لله يا اللي كنت السبب. منه لله هو، لانه حطم حياتي وهيحطم حياتها كمان. هي كمان مسؤولة، انا قلبي غضب عليها ومش ممكن هتشوف يوم كويس. عباس. ايوه يا نوال. ها، ايه رأيك في الفستان ده؟ مدهش جدا. وتسريحة شعري برضه مدهشة. طيب قولي بقى يا زوجتي العزيزة، يا فتاة أحلامي، يا أملي. ليه بس؟ ايه الحكاية؟ بس قول. يا زوجتي العزيزة، يا فتاة أحلامي، يا أملي. يا زوجي العزيز، يا فتى أحلامي، يا أملي. النهاردة عيد ميلادك وانت ناسي، وانا فاكرة وعاملة لك حتة مفاجأة مدهشة. كده؟ يا سلام يا نوال، انت حاجة تانية خالص. وايه المفاجأة دي بقى؟ حفلة مفيش كده، تخرج حالا تعزم أصحابك وتيجي تلاقي كل شيء جاهز. لكن ازاي هتعملي حفلة؟ احنا لسه ما عندناش سيرفيس، لا عندنا اطباق تكفي ولا شواك ولا. لا أنا جهزت كل اللي هنحتاجه في الحفلة، استلفته من جيراننا. من مين؟ هو احنا جنبنا جيران غير الراجل الغني ده اللي قافل بابه على نفسه وولاده من يوم مراته ما ماتت؟ أنا فتحت بابه واستلفت منه. إيه؟ ده طلع راجل طيب